السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. حلقه جديده من مسلسل هذيك حياتي. غادي نبداو الحلقه ديالنا باديبه بعد ما اتصل بها نديم وقال لها ضروري حنا نتلاقاو. ملي غادي تمشي غادي يعطيها واحد السيتي فيه واحد التسجيل ديال الاب ديال انيس، يعني كيعترف فيه بكل شيء. يعني سجلوا عطاه للصديق ديالو اللي كان اصلا حتى هو خدام عندهم قبل ما يموت. والصديق ديالو بعد ما توفى خلى الوصيه ان هذاك السيديه خصها تمشي عند نديم، وداك الشيء اللي دار عطاه ليها، قال لها سيري تفرجي فيه ورد عليا الخبار. اما بالنسبه لميرفيت اللي هي خدامه في واحد المعمل ديال الحوايج، غادي يمشي عندها محمود امير هو وانيس، وهنايا غادي تصدم اللي غادي تشوفوا. صافي غادي تبغي تهضر معاه بوحدها، غادي تقول لها راه كلشي توحشك بنتك، يعني وايضا بهار اللي كتسول عليك، وحتى انا راه ما نقدرش نبقى في ديك المدينه بلا بيك، خصك ضروري ترجعي معايا. غادي تقول ليه لا وما غاديش تقبل، ولكن غادي يخلي ليها العنوان ديال لوطيل، قال لها الا بدلتي الراي ديالك جي انا كنتسناك. اضافه لانيس اللي غيدير ليه هذيك السلسله، يقول لها هذه راه صيفطاتها ليك بهار، وقالت لك سواء رجعتي او لا بقيتي سماك ديما غادي تلقايني في جنبك. فعلا غادي يبقى فيها الحال، حيت بزاف ديال الناس توحشوها وكيبغيوها ديال بصح، ولكن في نفس الوقت حتى هي ما قدراش ترجع، حيت كتبغي محمود وما بغاش تخرب ليه العائله ديالو، او لا يعني تشتت ليه الزواج ديالو هو وجوليا. داكشي علاش بقات تماك. بالنسبه لميسون بغات تقلد يعني دنيا، كتمشي حتى هي لذاك النادي ودير الرياضه. المهم هي فقط مشات غير تبرقاق كما موالفه. هنايا غادي نشوفوها انها غادي تشوف واحد السيده كتهضر مع الصديق ديالها ولا الخطيب ديالها، حتى هي غادي تذكر اسماعيل وغتاخذ التليفون باش تعيط عليه، ولكن هو غادي يقطع عليها بعد ما كيشوف لابيل ديالها كل مره كيقطع عليها. ومن بعد غادي نشوفوا ان ميسون غادي تعصب، غتقول علاش ما كيجاوبنيش. صافي هي غادي تمشي في حالتها. اما بالنسبه لاسماعيل اللي غياخذ التليفون غادي يعيط على بهار، غادي يقول لها بغيت ضروري نتلاقى انا وياك، كاين شي موضوع مهم خصنا نهضروا فيه. غادي تقول لي ياك لاباس، قال لها لا ما تخافيش، غير موضوع عادي وصافي. صافي هنا غادي يجي عنده تحسين، غادي يقول ليه انه زربان، ومن بعد غادي يمشي في حالته باش يتلاقى ببهار، حيت بغا يهضر معها في واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، يعني بغا يهضر معها على ود ميسون. صافي هنايا غادي يخرج من المكتب ديالو وغادي يقول لتحسين يعني تكلف انت بالموضوع. هنايا غادي يمشي لعند بهار البازار. اما بالنسبه الميسون اللي كاينه في يعني في داك الكلوب، يعني كدير المساج وكتبقى تقابح مع هذيك السيده اللي غدير ليها مساج، قالت ليها ديري لي هكا وديري لي هكا، ما هاد التخربيقات اللي كديري راه ما عاجبينيش. هنايا غادي تهز التليفون ديالها، ومن بعد غادي تفكر انها تعيط مع الام ديالها حيت جاها الملل بزاف. غادي تقول لها انها كاينه في واحد البلاصه دابا كتعيش بحال كما كانت كتعيش دنيا. صافي هنايا قالت لها انني كندير المساج، مشيت للكلوب وانا دابا مولات ديك الدار. نوران كانت اصلا كتهضر مع سكينه على ود الموضوع ديال الدنيا، كتحكي لها قالت لها مزيانه فيها اصلا ما بقاتش فيا على داك الشيء اللي واقع لها، رغم انها يعني كتستاهل، ولكن هادو بقاو فيا انا غير اولادها وصافي. كما قلت لكم ميسون غادي تعرض على الام ديالها، غادي تقول لها بغيتك تعشي معنا. قالت لها لا، انا ديك المره ملي مشيت عندكم حطوتي لنا شي حشرات، شي طيب وشي ما طيبش، داك الشيء كيروعني، يعني ما نقدرش ناكلو. قالت لها لا، انت اللي غادي تحطي القائمه ديالك، ما تنسيش انني مولات الدار وانا اللي غادي نتحكم في الخدامه كاملين اللي كاينين تما، كندير لك المحاشي وداك الشيء اصلا اللي كيعجبك. صافي عجبها الحال، ومن بعد غتسولها على المحل، قالت لها شنو درتي دابا في الموضوع ديال المحل، واش هضرتي مع الاب ديالك؟ قالت لها لا، تسنيت تنسالي من المساج ومن الكلوب، وديك الساعه نتكلف لك بالموضوع، غير كوني هانيه ما يكون غير خاطرك. هنايا غادي نرجعوا مازال عند سكينه، ما بغاش تمشي للفيلا حيت ما بغاش تلاقى مع ولاد دنيا، حيت عارفه داك المشكل اللي وقع الام ديالهم بسبب يعني بسبب سيرين، يعني بنت الاخت ديالها. ولكن قنعتها نوران، قالت لها لا والو، انت غادي تمشي للعراضه، اصلا ميسون هي اللي عارضه علينا وغادي طيب داك الشيء زوين. غادي نرجعوا عند محمود، جالس هو وانيس يعني حدا البحر كيهضروا، قال لي انا ما غادي نمشيش من هنايا، غادي نبقى شي يامات باش نقع ميرفيت باش تمشي معايا. قال
قال ليها انيس لا حتى انا ما غاديش نتحرك من هنا رجلي برجليك، حيت الا عارفين عائله يوسف يعني غادي يجيو يتهجموا عليك والله على شنو غادي يديروا، يعني ما غاديش نامن عليك ونقدر نخليك هنا بوحدك. قال ليها لا راه ما كاين حتى شي واحد كيعرفني انني جيت لمرسي، يعني داكشي علاش خصك تمشي عند بهار، ولكن هو ما غاديش يخليه. قال ليه لا انا غادي نبقى معاك هنايا تنقنعوا ميرفيت ونرجعوها للدار. اكيد بهار غادي تفرح بزاف حيت الا ما جبناهاش يعني غادي تقلق. اما بالنسبه لصالح اللي مشى عند الاخ ديال يوسف، يعني عند العم ديال ميرفيت باش يهضر معاه على ود الموضوع ديال يوسف وشكون يصفها ليه، وبزاف المواضيع وحدين اخرين، حيت عارف ملي غادي يعرف هذاك يعني الاخ ديال يوسف ان محمود كاين في نفس المدينه اللي هو فيه، غادي يمشي يتهجم عليه، وايضا حتى ميرفيت غادي يدخل عنده غادي يقول ليه داكشي كامل اللي كيعرف. غادي يقول لها انا بنت يوسف راه رجعات، راه كاينه دابا هنايا في مارسيل، اضافه اللي قتل محمود راه حتى هو كاين هنايا، اللي قتل عفوا يوسف راه حتى هو كاين هنا، هو محمود امير اصلا كان مشى عنده عثمان شحال هادي يعني قبل ما يتوفى، وبسببه دخل الحبس. يعني بقعوا بزاف المشاكل من تحت راسهم هما، يعني خاصك ضروري تاخذ الحق ديال الاخ ديالك من هذاك السيد اللي صفاها لي. ولا بغيتي تعرف العنوان فين كاين انا غادي نعطيه ليك. هو معصب بزاف في الاول، ما بغاش يتصنت ليه وما بغاش كاع يستقبله، ولكن ملي جبت ليه هذا الموضوع صافي تهدن وقال ليه يكمل. قال لي علاش يعني رجعات ميرفيت هذيك قليت الحياه خلات لينا راسنا في التراب، يعني علاش دارت هكا، علاش رجعت لهنايا، يعني تمشي في حالتها ولا تغبر كما كانت غابره من شحال هادي. صافي هو غادي عمرو مزيان على محمود امير. اما بالنسبه لاسماعيل اللي غادي يتلاقى مع بهار في البازار، غادي تقول ليه ياك لاباس، قال لها لا غير كوني هانيه بغيت نهضر معاك غير على ود ميسون. قالت لها ميسون راه اختي ما نقدرش نهضر عليها بالسوء، ولكن هي ملي كتعصب ما كتشوف حتى شي واحد قدامها، ولكن في نفس الوقت الا وقع شي مشكل شي واحد كتبغيه كتلقاها هي الاولى كتوقف معاه، ولا كانت شي شخص كتبغيه من قلبها راه ما كتفارقش معاه نهائيا. هو غادي يقول لها بغيت نهضر معاك على حاجه اخرى. غادي تذكر نهار اللي كان وحده البحر ملي تختفى انيس، ملي سمعها قالت انه باقا كتبغي انيس ويكفيها انها تشوفه فقط فرحان وصافي، ما بغات حتى شي حاجه في هذه الدنيا. غادي يقول لبهار الاخت ديالك باقي كتبغي انيس، ها شنو سمعت واشنو سمعت، انا كيسحب لي انا هذا الموضوع، صافي طوات ديك الصفحه ونساتها. بهار فعلا غادي تقلق وغادي يبقى فيها الحال على ود الاخت ديالها انها يعني باقا كتفكر في انيس، كان كيسحب ليها انا هذا الموضوع نساتو في مره. هنايا غادي نرجعوا لعند ميسون، يعني هي وانوار بعد ما لقى لها انوار واحد المحل اللي بغا تكريف واحد البلاصه يعني قريب نيت البازار في ديك الجواي، يعني باش دير فيه مطعم باش تخدم فيها الام ديالها. هنايا تقول ليه كان عليك تقدر زعما تلقى محل حسن من هذا، ولكن حتى هذا مزيان صافي كريه راه عاجبني. وهي خارجه من داك المحل غيبان ليها اسماعيل، ولكن ما غاديش تشوف بهار في الاول، تتقرب لعندها غتقول لها اشنو كديري معاه، واش عاوتاني كتعمريه عليا. بهار غادي تمشي غادي تقول لها حنا اصلا كنا كنهضروا عليك، غتخليه مع اسماعيل، غتخليها زعما غتمشي في حالتها. واسماعيل هنايا غادي يهضر مع ميسون غادي يقول لها انها الموضوع ديال انيس كيسحب ليها انك كيطويسي ديك الصفحه، ولكن باقي كتفكري فيه، راني سمعت كل شيء ملي كنتي حدا البحر. هنايا غتبقى تغوت عليها تقول لها شنو قالت لك عاوتاني بهار، واش اي حاجه خصك انت تيقها. هنا يقول لها او هنا حبسنا حيت انا كيسحب ليا انا كي نسيتي، صافي ما بقاش زعما تسولي عليا وما بقى بيناتنا حتى شي حاجه. فعلا غادي تعصب بزاف وغادي تفرغ الغضب ديالها والاعصاب ديالها طبيعه الحال في الاخت ديالها بهار. هنا غادي نرجعوا لسكينه بعد ما قبلت ديك العراضه، يعني دخلت يعني مشات عاجبها كل شيء، يعني كل شيء هو هذاك كيهضروا. اما بالنسبه لإلياس ما عجبوش الحال وما عجبتوش نهائيا هاد العراضه وفي الدار وكاين حتى شي واحد من مالين الدار. غنشوفوا ميسون اللي لابسه ومقاده ومصايبه شعرها وكل شيء هو هذاك. غادي تجلس في الطبله وتجلس في البلاصه ديال الاب ديالها. غادي يهبط على وايضا هدى غادي يهجموا على سكينه، غادي يقول لها انت اش كديري هنايا بسببك انت وبسبب داك الفلوس اللي حطيتي فوق الطبله، الام ديالي دابا في المستشفى المجانين. المهم غادي يصبنوها مزيان وغادي يقول لها خرجي في حالتك من دارنا.
فعلا غادي تبقى فيها الحال وغادي تبغي تخرج وغادي تقول لهم انني بقى فيا الحال بزاف على داكشي اللي وقع للام ديالكم، انا ما نويت فيها حتى شي حاجه. وبالنسبه للبنت اختي اللي دارت هكاك راه عمري ما غنسمح ليها. وهي خارجه تعيط عليها هدى غتعتذر منها، تقول لها سمحي لي بزاف تقدري تفضلي وتجلسي تكملي الماكله ديالك. صافي هنايا سكينه غادي تفرح وغتقول لها شكرا لك، يعني جلسوا تاكلوا. قالت لها لا حنا شبعانين غادي نخرجوا. ومن بعد قالت لها واش نطلع لك الماكله تلبيس، ومن بعد قالوا لها حنا اصلا خارجين برا من ريحه تقهمنا. صافي غادي يجلسوا يتعشاو يعني وهما فرحانين. بالنسبه لبها لا دخل الدار الام العمه ديالها يعني مقلقه، تقول لها مالكي؟ قالت لها والو. ومن بعد تقول لها انا غادي نمشي نطلع على الاب ديالي في الدار ديال الميسون غنسلم عليه ومن بعد غادي نرجع. وهنا فين غتسالينا الحلقه ديالنا. كنشكركم.